دي كريمة المانجا. نفتحهم كلهم الاول ونشوف. بص كده الثلاث صوصات، كريمة المانجا، دي كريمة الفستق، ودي الشوكولاتة البيضاء. تعالوا بقى نغمس في كل صوص كده ونشوف طعمه ايه. اول حاجة في كريمة المانجا، بسم الله. صوص المانجا طعمه حلو، طعم المانجا واضح فيه، قريب قوي من طعم، عارفين عصير المانجا اللي بنشتريه المعلب؟ قريب منه قوي، مش اللي هي المانجا بقى الطبيعي اللي بنعصرها وكده، لا هو قريب قوي من طعم العصير العنب، بس هو طعمه حلو وواضح. نشوف الفستق بقى. بسم الله. وكريمة الفستق، طعم الفستق فيها بصراحة مش باين قوي، يعني هي عاملة زي ما تكون صوص شوكولاتة ومتلون، او في طعم بسيط قوي 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 من بعيد، فهو الفستق لا مش باين فيه طعم الفستق، هو طعمه حلو بس مش فستق خالص. نجرب بقى الشوكولاتة البيضاء. الشوكولاته البيضاء طعمها حلو ولايقه قوي على الكرواسون، والغريبه ان صوص المانجا كمان لايق معاها قوي، يعني انا اكتر 2 صوصات عجبوني الشوكولاته والمانجا، دول حلوين. الفستق ما دخلش دماغي قوي بصراحه، بس هي كفكره فكره عجباني جدا. فيها 8 كرواسون، يعني انتوا لو كذا حد 4 افراد مثلا ويبقى فور شيرنج، يعني في اي قعده كده وسهره تبقى لذيذه، ففكره حلوه. هي عامله حوالي 140 جنيه، لذيذه. يلا كترونا من الاختراعات بقى عشان نجربها مع بعض.